وصباح الخير على كل مستمعينا الاوفياء فين ما كنتم من داخل وخارج المغرب. كنتمنوا لكم صباح مبروك تقضيوه برفقتنا دائما في برنامج المرأة الطفل والاسره ومع فقرات متنوعه. نتمنى انكم تكونوا كتستافدوا برفقتنا من خلال برنامج لاله مولاتي مع كل الاقتراحات والنصائح والشهوات اللي كنقدموا لكل المستمعات، وكذلك بتواصلكم المباشر معنا من خلال اقتراحاتكم طلباتكم مشاركاتكم. اليوم غادي نكملوا مع ليلى ام ياسين في نكملوا اهم الوصفات والطلبات اللي لقات استحسانكم خلال هذه الاسابيع، ثم غادي نواصلوا كذلك مع ناديه من فاس اخر يوم في الاسبوع اللي خصصناه للشهوات والاقتراحات ديال ناديه من فاس اللي كنشكروها بزاف، واكيد لانه كان اسبوع مميز جدا معها. وكيف ما قلنا دائما مرحبا بجميع المستمعات اللي بغاو يشاركوا معنا يعني في برنامج لاله مولاتي ويقدموا يعني كثير من الاقتراحات والنصائح والشهوات لكل المستمعات. فيمكن لكم غير تبعتوا لنا بالاس ام اس للرقم 5080 غادي تكتبوا فيه لاله ال وتخليو فراغ صغير وتكتبوا يعني رقم الهاتف ديالكم الاختصاص ديالكم، وحنا غادي نسقوا معكم ان شاء الله. وبعتوا كل شيء للرقم 5080 باش تشاركوا معنا مباشره. وكنشكر بزاف ديال المستمعات اللي بعتوا لنا بالاس ام اس وبغاو يشاركوا معنا، فاكيد لانه خدينا ارقام الهاتفيه ديالهم وغادي نسقوا معاهم باش يشاركوا معنا باش تعم الفائده لجميع السيدات المغربيات. رجعنا لكم مستمعينا انتم في الاستماع البرنامج لاله مولاتي على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. مازال معنا ليلى ام ياسين في اعاده ادراج الوصفات والشهوات اللي كتلقى استحسانكم خلال الاسبوع في برنامج لاله مولاتي، سواء عبر مكالماتكم الهاتفيه ولا عبر طلباتكم في الاس ام اس للرقم 5080. تفضلي ليلى. ندوزو دابا اختي الازاله. بزاف المستمعات يطلبوا الوصفه ديال ازاله الشعر من الوجه. نعطيهم هذه الوصفه باقا جديده وممتازه، هي منها تتحيد الشعر ومنها بحال داز كوما تيخلي الوجه تيلمع ونقي. هذه الوصفه عندنا فيها العسل الحر والدقيق، اي نوع ديال الدقيق عندها في الدار، يا اما ديال القمح يا اما الفورس، وعندنا المورد. طريقه غادي ناخذ داك العسل ديال الحر غادي ندهنوا به الوجه ديالنا كامل وحتى العنق، من بعد نخليه واحد ربع ساعه. من بعد داك ربع ساعه تندهنوا عاوتاني بالدقيق راه تيحطوه تيلصق مع داك العسل، وتنبداو نعملوا كوماج، تنبداو نديروا حركات دائريه بشويه بشويه حتى تنكملوا الوجه ديالنا كامل. من بعد تناخذوا القطن تنبلوه بداك المورد، غير المورد خاصو يكون بارد مزيان، يكون في الثلاجه. علاش يكون بارد؟ باش يسد لينا داك المسامات لانه محلو مع داك الكوماج. اييه فعلا. تندهنوا بداك المورد وتنخليوه ما تنغسلوش. يعني دي سهله كيخفف الشعر الزائد في الوجه وفي نفس الوقت يعني مقشر طبيعي للبشره. اييه مقشر. اييه غادي نعاود ازاله الشعر من الوجه. عندنا العسل الحر وعندنا الدقيق وعندنا الماء الورد. طريقه تندهنوا الوجه ديالنا والعنق بالعسل، تنخليوه ربع ساعه. من بعد تندهنوا بالدقيق وتنبداو نعملوا حركه دائريه كوماج حتى تنكملوا. تنبلوا داك القطن بالمورد يكون بارد باش يسد لينا داك المسامات، وتنمسحوا الوجه ديالنا وتنخليوه ما تنغسلوش. اييه واخا. تبارك الله عليك ليلى ام ياسين، بارك الله فيك. تحياتنا لكل الاسره ديالك وليداتك ولا صوم الام ديالك، وشكرا على المجهود اللي كتقومي به يعني خلال الاسبوع كتشاركي معنا وتقدمي اهم الوصفات والطلبات اللي كيطلبوا المستمعات.